السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل بسبوسة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا إن شاء الله عمرها ما تبوظ مني. معانا نص كيلو سميد وكوباية إلا ربع لبن وكوباية إلا ربع سمنة وكوباية إلا ربع سكر وجوز الهند حسب الرغبة وربع معلقة بيكنج باودر. واكتب لك المقادير برضو بالجرامات. هو 175 جرام لبن ومية خمسة وسبعين جرام سكر سمنة، والسكر 130 جرام. لو عايزة زودي بس انا بحب كده سكرها بيبقى مظبوط. بحط بقى جوز الهند كده والبيكنج باودر، انا المواد الجافه مع بعض. هنجيب بقى حله نحط فيها السكر وننزل باللبن والسمنه ونسيحها مع النار بقى، نخليها دوبك نحط ايدينا فيها كده تبقى فاتره. نحط 3 معالق عسل نحل او عسل كلوكوز او شربات تقيل زي ما احنا شايفين كده. تشترك لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنا بعد ما حطيتهم على النار ودوبتهم مع بعض بحط صبي فيها مستحمله درجه حراره ما تكونش سخنه، يعني يكون دافيه كده بحاجه بسيطه. نحط بقى المواد السائله على المواد الجافه ونقلبها. ما نقلبش في البسبوسه كتير عشان ما تحجرش معانا، يا دوبك بس تشرب كده المواد السائله كده. خلاص معايا هي دوبك تقلبتين تلاته كده بس شربت المواد وخلاص. جيب بقى صينيه هنا سمنه ونكون محضرين الفرن على درجه حراره 220 على الرف اللي في النص. نسيبها لحد ما تحمر معانا. لو احمرت من تحت ومن فوق خلاص، احمرت من تحت واللي محتاجه الشوايه ممكن نشغلها الشوايه شويه. ممكن نسيبها ساده بقى، نحط اي نوع مكسرات سوداني المتاح عندك حطيه. لو عايزه تسيبيها خالص ساده برضو بتبقى حلوه زي ما احنا شايفين بقى هنا كده. بضغط بس عليها. هنعمل بقى الشربات. هنحط كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه ومعلقتين عسل كلوكوز وعصره ليمونه ونحطهم على النار وفانيليا، وفي الاخر نحط معلقه سمنه تديها تلميع. هنا بعد ما دخلتها الفرن وطلعتها هنسقيها بالشربات سخن وهي سخنه ونغطيها، او ممكن ندخلها الفرن تاني بعد ما طفيناه نطفي النار وندخلها في قلب الفرن لحد ما تشرب الشربات خالص. ما تقلقيش هتلاقي شربت كل كميه الشربات. شايفين هنا بس هتبقى ربع ساعه كده شربت كل الكميه، وهنا كانت لسه سخنه معايا وبقطعها معاكم. شايفين عامله ازاي؟ هتشوفوها دايبه وحلوه جدا. شايفين الخلطه عامله ازاي؟ طبعا لسه سخنه، يعني المفروض اسيبها شويه عشان تطلع متماسكه اكتر من كده، بس شايفين عامله ازاي وشاربه كل الشربات. جربوا الطريقه دي مش هتندموا وهتعجبكم جدا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيلك عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تعليقاتكم عشان تعرفوا كل فيديو عجبكم. شايفين الشربات كله ازاي؟